يا صباح الخير عليكم، وبجد باشكركم جدًا على كمية الكومنتات اللي أنتم بتبعتوها لي، وحتى لو بتسألوني على أقل حاجة عندي أنا والله ما فيش أي مشكلة عندي، ابعتوا لي عايزين تعرفوا أي إيه، وكمان أنا بارُد أكتر على الفيسبوك. هاسيب لكم لينك الفيسبوك عندي، شرفوني هناك، عندي يعني ناس طيبة هناك يعني إن شاء الله. أولًا كده صباح الخير، وبدأت كده أعمل كوباية الشاي لإني بُصّوا لو ما بدأتش يومي بكوباية الشاي كده، أنا بجد يعني بانهار، ولمّا أفتح كده ما الاقيش شاي بُصّوا يعني باتعب نفسيًا جدًا. قولوا لي كده بتحبوا الشاي والّا القهوة؟ أنا بصراحة باميل للشاي الأول. بعد كده دخلت على المطبخ، المنظر ده طبعًا كلنا بنعاني منه. ودخلت كده أنا استخدمت هنا اللهلوبة حلوة جدًا، وباستخدم باور للناس اللي بتسألني، وباستخدم تاتش، يعني ال3 دول بصراحة تحفة. غسلته كده بصراحة كان متبهدل خالص، وبدأت كده أنضّفه في الأول، لإن بصراحة أول يا جماعة لمّا يكون بوتاجازِك حلو، وكمان المطبخ بتاعِك حلو، انسي بقى أي مشكلة تانية في البيت، يعني كل حاجة بتهون بصراحة. شوفوا كده رأيي فعلًا صح والّا لأ؟ أي حاجة كده في البيت بعيد عن الحوض، وبعيد عن المواعين، وبعيد عن البوتاجاز، كل حاجة بتهون، منظره كده لوحده بيكون مريح. بعد كده بقى جيت أتبِّل الفراخ، لإن أنا كنت تاني يوم لازم أعمل بانيه، فأنتِ من الأفضل لو أنتِ عروسة جديدة لازم البانيه يتبِّل قبلها بيوم علشان يدّيكِ طعم كده من جوّه اللحم وكل حاجة تبقى تمام. قطّعت الفراخ كده بالضبط، يعني أنا كان عندي الفراخ وقطّعتها صدور، وبعد كده قطّعت الصدور نُصّين. بُصّوا أنا عملته قلب يا جماعة، بُصّوا ممكن تعملوه قلب بالشكل ده، والله مرّة كان في قعدة رومانسية كده مع زوجِك تعملوه قلب كده بصراحة بيبقى شكله حلو. تبّلته هنا بإيه بقى، كاري، كركم، بهارات فراخ، فلفل أسمر، كل حاجة عندكم يعني، كمان ماجي، وشوية مَيّة صغيّرين تبّليهم يعني، ما تكتّريش في المَيّة كده بيكون أفضل بصراحة، يعني شوية مَيّة كده، وبصراحة أنا حطّيت معلقة دقيق بس، تبّليهم كده. بعد كده بقى كان عندي شوية بامية جايين لي، كان يعني أنا ساكنة طبعًا في قرية، وفي بنات كتير، في ناس كتير جدًا بيبعتوا لي خير من عندهم بصراحة، فكانوا البامية دي في التلاجة، فقُلت إيه أخزّنها معاكم يعني. طيب هتخزّنوها إزاي؟ هتشيلوها كده وتغسلوها، ولو مش عايزين تغسلوها ما فيش مشكلة، بعد كده تقمّعيها. يعني إيه بقى تقمّعيها زي كده ما أهالينا زمان كانوا بيعملوها؟ هتشيليها كده من البوز من فوق، وتعمليها كده داير ما يدور. بعد كده هتجيبي حلة على النار بعد ما تخلّصي البامية، وتحطي البامية كده في المَيّة السخنة، وبعد كده هتحطي الحاجة اللي بتخليها خضرة، اللي هي المعلقة كبيرة من البيكربوناتو، بتحفظ الحاجة كأنها خضرة زي ما هي. عايزة تعملي البسلة نفس الطريقة بالظبط مفيش أي مشكلة. طيب هتديها غلوتين كده، ما تكتريش عشان ما تبقاش طرية خالص، وبعد كده بقى هتشيليها، يعني هتبقى زي الفل. عايزة أقول لكم اللي بيحافظ على إن البسلة تكون خضرا والبامية تكون خضرا بالشكل ده زي ما أنا باقول لكم، البيكربوناتو جميلة جدًا. بعد ما غليت أهي، حطيتها كده سِبتها كده دقيقتين على النار، يعني تغلي كده غلوتين. بعد كده جبت طبق كبير، وتحطي فيه كوبايتين من المَيّة، وتُفضّل إن هي تكون مَيّة ساقعة، ولو مش ساقعة أوي حطي بقى تلج، يعني أنا جبت هنا تلج علشان المية بتاعتي تكون ساقعة. هتحطي بقى كل التلج اللي عندك علشان نبدأ بقى نحط البامية من المية السخنة على التلج على طول. ليه بقى؟ علشان الصدمة دي هتحفظ ان البامية تكون خضرة لمدة طويلة في الفريزر. هتصفيها اهو بسرعة خالص، وتحطيها بقى تديها الصدمة المتينة كده في المية الساقعة. وبعد كده هتشيليها. زي ما انا قلت لكم مهم جدا ان المية تكون ساقعة او فيها تلج علشان تحفظ ان البامية تكون خضرة زي ما هي. حطيت بقى كل الكمية بالظبط كده، الكمية ما كانتش كبيرة أوي، شفتوا خضرة ازاي وجميلة ازاي؟ بجد والله يا جماعة جربوها حلوة جدا جدا. أهم حاجة ما تكتروش في المية المغلية، يعني دقيقتين كده تفور الفورة، وبعد كده تحطيها في المية بالشكل ده. بصوا بتبقى خضرة ازاي، وكمان يعني هي بتبقى أخضر من كده، لكن الكاميرا مغمقاها شوية. هنصفيها بقى من المية الساقعة بسرعة كده، وبعد كده بقى هتحطوها على فوطة نظيفة.
انا بدأت اصفي اهو بالشكل ده. بعد كده هتجيبي فوطة نظيفة من عندك وتحطي من المية الساقعة وتفردي على الفوطة بتاعتك. ليه بقى؟ لان البامية في الوقت ده بتفرز كده حاجة كده سايلة بتبقى مش لطيفة. لا انتي لو مش نشفتيها كويس هتبقى بقى في الكيس كده، يعني المادة دي هتكون موجودة. فاحنا عايزين بقى نشيلها كده ايه. بعد كده هتحطيها بقى في طبق وتخزنيها. حبيت انقل لكم بقى تجربتي اللي مش لطيفة خالص ومش حلوة، ويعني اتمنى ان انتم ما تجربوهاش لانها بجد يعني ما عجبتنيش. مع ان يعني الكمية حلوة وكده لكن ما عجبتنيش خالص. جبت من عربية كده كانت بتبيع مثلا حاجات اللي هي بتبقى رخيصة شوية. جبت منها الزبدة دي وقلت ايه بقى اجيب كيلو من الزبدة وكيلو من السمنة من عندهم واحطهم كده واشوف الكميه هتبقى ايه. يعني حد قال لي ان هي تبقى جميله وكده، حماتي يعني. بعد كده قلت لها الله يسامحك يا حماتي. انا مش عجبتني يعني. هي ريحتها لطيفه شويه لكن مش زي الزبده العاديه. طبعا يا جماعه الزبده البلدي بلدي بصراحه يعني. انا عندي ان انا اجيب زبده وكده واسيحها افضل من الموضوع ده تماما. لان الفكره بصراحه ما عجبتنيش. طيب كل اللي عملته هنا سيحت الزبدة دي. اللي مش عجبني فيها ايه بقى؟ ان هي كلها مية. يعني بصوا، لو هي مثلا يعني مثلا نص الزبدة، نص الكمية زبدة ونصها التاني مية. بصوا حتى هي ظاهرة قدامكم اهي، كانت مية خالص يعني ما عجبتنيش. المهم يعني قلت مش مهم، قدر الله ما شاء فعل. وبعد كده بعد ما سيحتها وخلصتها بقى، جيت هنا بقى اجيب البرطمان بتاع السمن من نفس برضو المكان. وبعد كده حطيته وفضيته على الزبدة. قلت بقى هعمل بيها بقى الرز وكده. هي بصراحة ريحتها يعني ايه حلوة بس مش الريحة بتاعت البلدي يعني. دي السمنة اهي كانت جميلة. شفتوا وانا بوريها لكم وقعت، يلا مش مهم. انا زعلت بصراحة وبتضايق قوي من الحركة دي. المهم يعني حطيت بقى السمنة وفضيتها على الزبدة وسبتها بقى تغلي. عرفت ازاي هي ان هي مية مية برضو لما حطيت السمن بدأت تغلي بطريقة زي ما يكون في مية في السمن. بعد بقى لما خلصت خالص لقيت المية متسربة تحت خالص وما يعني ما عجبتنيش جدا. المهم يعني حطيت السمن بقى وبعد كده سيحتها بقى على النار مثلا من 3 ل4 دقايق. فلقيت كمية مية رهيبة. بعد كده سبتها حوالي ربع ساعة تاني على نار مثلا متوسطة. وبعد كده بقى يعني بدأت أخزنها. بس بصوا حسيت ان هي مية خالص يا جماعة حتى لما ضفت السمن. قلت بقى قدر الله ما شاء فعل على الموضوع ده وإيه الحمد لله. تعالوا بقى برضو الفيديو ده كله مشتريات اقول لكم انا جبت ايه من موتزاريلا فريش. تعالوا نتكلم النهارده عن اكلات تعمليها طول الشهر وهتوفر معاكي كتير في المجهود والتفكير، وهتبطلي بقى تفكري تقولي بكره هعمل ايه، وحاجات كتير جدا جدا هتعجبكم. نبدا بقى بالتوابل. التوابل من الحاجات الاساسيه والضروريه جدا. هنا انا جبت فلفل اسمر مش مطحون، وتوابل الكبسة، وتوابل كمان ال7 بهارات او البطاطس. التوابل من الحاجات الاساسية اللي لازم تجيبوها وتحطوها كده في البيت وتنسوها. كل الحاجات دي يا بنات فريش وحجمها حلو جدا، هتكفيكي فترة كبيرة من شركة موتزاريلا فريش. وجبت كمان هوت شوكليت، ده يعني مش هتستغني عنه في الشتاء. والطمي ده هعمل لكم فيديو مخصوص، يعني كل الحاجات اللي موجودة دي هعمل لكم فيديوهات بيها هتعجبكم جدا. عندهم كمان الملح السيوي. عندهم يعني منتجات حلوة قوي، منتجات السوي وكمان الملوخية. يعني مش عايزة اقول لكم الملوخية بقى لازم في الشتاء بيبقى طعمها جميل جدا. والملوخية الناشفة عندهم حلوة قوي قوي. برضو هعمل لكم فيديو هيعجبكم جدا. كمان الرز البسمتي جبته وجبت معاه زاكس، دي شرايح الفراخ بتبقى مقرمشة جدا، دي بقى تكفي اكلة كده وبصراحة بيبقى طعمها حلو قوي. جبت كمان الاقراص الملحية دي وهعمل لكم فيديو مخصوص بيها. جبت كمان اباجورة الملح الصخري، دي بتعمل لك جو رهيب، وكمان هعمل لكم فيديو ما تنسوش بالحاجات دي كلها ان شاء الله.
نيجي بقى نقول بسم الله لكرتونة الشهر، اللي هي الحاجات الأساسية بقى من أكلات بقى لحوم وحاجات كده هندلع نفسنا بيها. أول حاجة بقى السجق الشرقي ده، بصراحة أنا جربته أكتر من مرة، حلو قوي وأرشحكم إنكم تجيبوه. بيبقى مع المكرونة بقى مع الحاجات دي. وبرضو جبت شاورما، الشاورما دي بعملها سندوتشات بتبقى تحفة جدا. والنقانق برضو من الحاجات اللي أنا بعملها جنب المكرونة، يعني بتقضي يوم بصراحة، بتبقى جميلة جدا. وجبت مثلا سمبوسك والكريب والحاجات دي كلها. والرقاق الطري، الحاجات دي برضو بعملها مثلا جنب اللحوم، والحاجات دي بتبقى حلوة قوي. كمان الجمبري المقلي ده برضو بقضي بيه يوم، بيبقى يعني انا بصراحة جربته اكتر من مرة، طعمه جميل جدا. عملت برضو المكرونة بالبشاميل بالكريمة قبل كده، وقلت لكم الطعم بجد بيفرق حلو قوي قوي يعني. نيجي بقى للكرتونة التالتة وتعالى نشوف فيها ايه. وعلشان لو حد سألني، الحاجات دي كلها من موتزاريلا فريش. كل الحاجات دي موجودة في كل المحافظات، يعني ليهم موزعين من اسكندرية لأسوان، كل البلاد فيها فرع من الشركة بتاعتهم. الكرتونة التالتة بقى جبت بطاطس، بما ان البطاطس طبعا غالية، الكيلو حوالي ب10 جنيه واكتر في اماكن تانية. الكيس ده بصراحة يكفيكي يعني كتير جدا، وزنه كبير جدا جدا. وكمان البطاطس التانية المتبلة برضو حجمها حلو قوي. بصراحة هتبقى مع الأكلات التانية برضو بتنجز معاكي. جبت العيش السوري كمان، وطبعا الجبنة منساش، أنا عملت عنها قبل كده كتير فيديوهات، وبرشح لكم الجبنة دي بجد، يعني طعم ومطة حلوة قوي قوي. الحاجات الجاهزة دي يا بنات بصراحة وبتوفر كتير جدا في المجهود والتفكير، وهعمل ايه بكرة. وشركة موتزاريلا فريش بجد عاملة عظمة، يعني ما بتخليكي كده ما تفكريش انك تفكري كده هتقولي هعمل ايه بكرة. طبعا زي ما انا قلت لكم، يعني اصعب حاجة ان الواحد يقول هعمل ايه بكرة وهعمل ايه مش عارفة ايه. بس الحاجات دي ما تكون قدامك كده بجد بتفرق جدا، وبتنظمي افكارك وبتنظمي وقتك هعمل ايه. وحاجات يعني حلوة قوي هتعجبكم. زي ما انا قلت لكم، شركة موتزاريلا فريش دي موجودة من اسكندرية لأسوان، عندهم فروع في كل مكان. ولو عايزين تسألوا على اي حاجة قولولي في الكومنت تحت يعني، قولولي انتوا عايزين تسألوا عن ايه. كمان جبت الصوصات دي، الناس بقى اللي بتحب الصوصات، صوص بيك تيستي وشرايح الجبنة الجميلة دي. وكمان الرومي سبريد والجبن الكريمي والجبن الكريمي المطبوخة والكيري. يعني بصوا الحاجات دي كلها الناس اللي بتحب الحاجات دي هتعجبهم جدا. عايزة اقول لكم ان شاء الله كل فيديو هعمله لكم هيعجبكم جدا، والحاجات دي كلها بجد هتكفيكم شهر واكتر كمان. يعني كل اكله كده مع مكرونه رز بسمتي مع زاكس مع البطاطس مع الحاجات دي، يعني هتكفيكم ان شاء الله طول الشهر. بجانب الحاجات الاساسيه طبعا اللي انتوا هتجيبوها طول الشهر. والهوت شوكليت طبعا للشتاء، مش عايزه اقول لكم يعني ان شاء الله كده هيعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك على الفيديو علشان كل الناس تشوف الفيديو. والسلام عليكم. لو عايزين اي حاجه في التعليقات او الكومنتات اكتبولي، وانا ان شاء الله هقول. بعد يوم طويل طبعا بكافئ نفسي كده بحاجة بيبسي كده او اي حاجة تانية. المهم يعني ما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو، وكل اللينك بتاع موتزاريلا فريش هسيبهم لكم في صندوق الوصف. وكمان لينك الفيسبوك، علشان يعني احنا هناك عيلة كده مع بعض حلوين قوي. وهتشوفوا بقى هناك الحاجات اللي انا بنزلها ريفيوهات، حاجات هتعجبكم جدا لو انتوا اول مرة تشوفوني. وان شاء الله كده انا بجد بحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.